عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم باش نشارك معاكم وصفة بنينة وسهلة اللي هي المافن المالح. إن شاء الله تعجبكم الوصفة. قبل ما نبداو نطلب منكم الاشتراك في القناة باش تشجعوني أكثر، ويلا نبداو. أول حاجة حطيت كعبتين عظم عليهم 4 مغارف كبار زيت، حركت بالكدا، ضفت لهم 100 مليلتر حليب مع التحريك، كعبة ياغورت ناتوريل، مغرفة كبيرة طن نحيت منه الزيت، رشة جبن، حط الجبن اللي موجودة عندك. تنجم تزينها باللي تحب انتي، تنجم تحط جامبون سلامي حتى دجاجي، تنجم تحط. حطيت مغرفة صغيرة ملح، زيتون أكحل ومقصوص وزيتون أخضر مقصوص، حركتهم بالكدا. مغرفة صغيرة زعتر، حركت المكونات الكل مع بعضهم. هوني ضفت الفارينة، حطيت 100 جرام فارينة معها خميرة كيميائية 13 جرام، خلط مع بعضه بالكدا بالطريقة هذه حتى لين تجانس الخليط الكل مع بعضه كما تراو في الفيديو. تخلطت المكونات الكل في بعضها. توا جبت قالب على الشكل هذا، عبيته الكل باش نحطه في الفور على درجة حرارة 180. خليته 20 دقيقة خرجتهم ما شاء الله كعبات نظاف مرطوبين، منظرهم بنين على الاخر. كملت زينتهم بالصوص البيضة اللي هي متكونة من كريمة سائلة وتوابع جبن، خلطتهم بالكدا تحصلت على الخليط الأبيض هذاك. حطيت فوقهم شوية زيتون مقصوص بالطريقة هذه. إن شاء الله تعجبكم الفكرة. ما تنسوش الاشتراك في القناة، وخليكم على خير ناس الكل. باي باي.